أهلا بكم. بالأمس كان هناك مؤتمر في جامعة الأزهر، هو المؤتمر الصوفي للاحتفال بمولد السيدة عائشة. وأثناء المؤتمر احتج عدد من شباب السلفيين وحطموا إحدى بوابات جامعة الأزهر احتجاجا كما أعلنوا على حضور مجتبى أماني ده القائم بأعمال السفارة الإيرانية في القاهرة. الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية قال إن ما حدث هو استمرار لمسلسل العصابات السلفية التي تريد تمزيق الأمة، وقال سندرس الطرق التصعيدية. وهنا نتساءل عن معنى الطرق التصعيدية. هل نحن أمام مواجهات لا قدر الله واحتقانات بين المتصوفة والسلفية في مصر باعتبارهم جناحي مهمين جدا في الحالة المصرية؟ وما علاقة القائم بالأعمال الإيرانية ليحضر هكذا مؤتمر؟ ولماذا هذا العام يتم الاحتفال بمولد السيدة عائشة؟ هذا الاعتراض الذي تم بالأمس يتوازى اليوم الحقيقة كما أعلنا في المواجيز الإخبارية مع بداية أول رحلة للسياحة الإيرانية إلى مصر، يعني من مصر إلى مصر. الطيران المصري بيروح يجيب سياح ويرجع تاني. قلق وأسئلة كتيرة جدا ونقاشات مهمة جدا بتطرح انطلاقا من هذه الحادثة التي قد تبدو بالنسبة للبعض بسيطة. يسعدني أن يكون معي في الاستوديو الدكتور حسام أبو البخاري، وهو متحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام. دكتور حسام أهلا بيك يا فندم. ويسعدني أيضا أن يكون معي الأستاذ عبد الحليم العزمي رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن ومسؤول الإعلام في الطريقة العزمية. أستاذ عبد الحليم أهلا بيك يا فندم، نورتنا. الحقيقة قبل ما أخش في نقاش هذا المؤتمر عاوز بس أوضح للمشاهدين بعض الصور اللي حصلت، ناخد لقطة كده من المؤتمر وبعدين نشوف بعض الاحتجاجات والتظاهرات التي تمت في هذا المؤتمر الذي كان في جامعة الأزهر بالأمس. وكنا نأمل أن السيد السفير تسمح له الفرصة أن يتكلم ويتكلم في مناقب السيدة عائشة مع آل البيت، ولكن للأسف أعمال البلطجة والجهل والغباء في نفس الوقت عندما يجتمعوا لا ينفع إطلاقا أن يكون هناك مؤتمر مع هؤلاء الغوغاء. الحقيقة يعني اتصلوا بنا الجماعة اللي هم مشرفين على الباب وقالوا هيطفوا النور بعد كده، فلو طفى النور يبقى يعني مشكلة، لا هنسمع حد ولا محتاج. فاحنا نشكر القائمين على المؤتمر واللي حضروا المؤتمر، وفضيلة الشيخ محمود عاشور والدكتور أحمد كريمة. وللأسف لأن المؤتمر مش هيكتمل بالصورة ديت، ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. مفيش علاقات إيرانية، مفيش حسينية، مفيش حسينية، مفيش علاقات إيرانية، مفيش علاقات إيرانية، مفيش علاقات إيرانية، مفيش علاقات إيرانية، مفيش حسينية، مفيش حسينية. سمع كل الإخوانجية، سمع كل الإخوانجية، لا علاقات إيرانية، لا علاقات إيرانية، لا علاقات إيرانية، لا علاقات إيرانية. يا ابني رايحين فين؟ يلا ساعات اليافطة. استنى لا ما تصورش. صور ارجعوا كده ارجعوا. استنى صور يا عم صور. طيب دي الحاجات اللي ما شفتوهاش، يعني دي الحاجات اللي كانت في المؤتمر امبارح، وزي ما حضراتكم سمعتوا الشعارات اللي بتطرح بهذا الشكل في مش عارف ابدا منين، يعني حضراتكم كلكم ليكم الاحترام، لكن ابدا من الاستاذ عبد الحليم. وطبعا الشيخ ابو العزايم قال كلمته في المؤتمر، لكن المؤتمر ما تمش، يعني هو ما تمش المؤتمر. لا هو المؤتمر احنا بدأنا بالقرآن الكريم، وكان في كلمة
لفضيله الشيخ قنديل عبد الهادي، وبعدها كلمه للسيد علاء ابو العزايم. واحنا قلنا هنحتفل هي رساله. وكان صاحب دعوه هذا المؤتمر هو جريده الجمهوريه. لما نشروا موضوع للدكتور المنزلاوي انه بيمر 1450 سنه على مولد السيده عائشه، فقلنا دي مناسبه ان احنا نحتفل بأم المؤمنين. وطبعا اخواتنا السلفيه يعني ليل ونهار امنا عائشه وفداء امنا عائشه، فاحنا قلنا والله تبقى بادره طيبه مننا ان احنا نقول ان احنا كلنا واحد. يعني احنا كلنا مسلمين، انتوا يا سيدي بتطالب بالسيده عائشه واحنا هنحتفل بالسيده عائشه. نعم. لاظهار ان احنا كلنا في منهج واحد، مفيش خلاف. نعم. والحقيقه احنا دعينا كل سفراء الدول العربيه والاسلاميه بلا استثناء، بعتنا لهم دعوات. الحقيقه ومنهم مجتبى اماني، من ضمنهم ايران. السفاره الوحيده اللي اتصلوا بينا واعتذروا كانت السفاره السعوديه، وقالوا ان السفير كان وده انه يحضر لكن هو مش متواجد في مصر فاعتذروا. يعني لم يحضر سفير غير مجتبى اماني. مجتبى اماني ما جاش، ما حضرش ولا سفير حضر ولا مجتبى اماني ولا مجتبى اماني. طيب خدت بالك؟ لكن الكلمه بتاعت مجتبى اماني هو بعتها. مين اللي قالها؟ لا ما قلناهاش، هي بعتها يعني المؤتمر. والكلمه موجوده. الحقيقه يعني كان نفسي ان الكلمه دي تتقال. يعني انا حضرتك لما اسمع ان في ناس بيقولوا ان السفاره الايرانيه وايران بتسب السيده عائشه، وانا بقول ده شيء خطا. ماشي، انا كسلفي بقول هذا الشيء خطا، وكصوفي بقول هذا الشيء خطا، واي مسلم لا يقبل لانها ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. لكن اما يجي سفير ايران يقول لا انا جاي اقول كلمه في فضائل ام المؤمنين السيده عائشه، انا اعتبرتها ان انا انتصرت بفكري. الفكر اللي انا بقوله ان هو صحيح. اما يجي سفير ايران يقول لي فضائل السيده عائشه ويمدحها ويقول من احترمه النبي يجب ان نحترمه، وان مراجعنا بيقولوا انه لا يحرم سب الصحابه وامهات المؤمنين. نعم. فانا كنت عايز الكلام ده يتقال والاعلام ينقله ونوصل لان يا سيدي انت كسلفي كانت رؤيتك صح، وانا كسني رؤيتي صح. وان الناس دي قالوا الكلمه اللي احنا عايزينها. احنا كنا عايزين نفرح ان احنا نسمع الكلمه دي منهم. طيب خدت بقى هذاك. طيب لكن بقى لما يكون فيه رد فعل بقى مش فاهم الصوره ماشيه ازاي ولا عاوز يستجيب. هو في خلفيات هيقولها لنا الدكتور حسام. تمام. الدكتور حسام ابو البخاري، حضرتك يعني التصرف البعض أدانه. نعم. هو في البداية بس أزف إلى الأمة استشهاد شيخنا الشيخ محمد عبد الخالق عضو التيار الإسلامي العام في سوريا أمس على يد القوات النظامية البشارية المتحالفة مع القوات. شيخ تاني بس الاسم؟ الشيخ محمد عبد الخالق. محمد عبد الخالق عضو التيار الإسلامي العام وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالعبور. سقط شيخنا محمد عبد الخالق على يد قوات سوريا المتحالفة أو المؤيدة من النظام الإيراني الذي لا يتورع عن قتل المسلمين ويتورع عن قتل السوريين، ولم يتورع من قبل في قتل العراقيين ولا حتى في فسح مجاله أو إفساح مجاله الجوي والأرضي للقوات الأمريكية في غزوها لأفغانستان. يعني فقبل أن نتكلم عن اقتحام بوابة من بوابات الأزهر، يعني علينا أن نتذكر الدماء والأشلاء والنساء المغتصبات والأطفال اليتم والملايين من المهجرين قبل أن نتكلم عن تلك القشة التي في عين هؤلاء. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، ذكرني هذا المشهد في احتفال القنصلية الإيرانية في مصر بميلاد السيدة عائشة باعتناق نابليون بونابرت للإسلام وتسميته نفسه بمحمد. نابليون بونابرت لما دخل مصر أسلم على فكرة، وكتب يعني بيانا لو تقرأه تقول أن الذي كتبه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وسمى نفسه محمد. فهل يا ترى نابليون بونابرت أسلم أم هي تلك السياسة والبراجماتية والميكيافيلية المعتادة؟ أحيانا قد تكون أنت يعني كلامك حق وموقفك حق ولكن في سياق باطل، ونحن لسنا يعني سذج انه نترك كل الادبيات الشيعيه ونترك كل المواقف التاريخيه
والنصوص التي بأيدينا التي تتكلم عن السيدة عائشة بكل أصناف وألفاظ وعبارات لا يمكن أن تتصور في امرأة مسلمة عادية، فما بالك بالسيدة عائشة. طب وجه الاعتراض كان، وجه الاعتراض انه هؤلاء الشباب، هل انتم تشعرون ان كما قال احدكم اليوم ان يريدوا ان يدخلوا من بوابة الصوفية الى مصر؟ يعني هو يعني خلينا نتكلم في شيء مهم قوي. انه يعني وجه ايران يعني قد احمر من الخجل بعد ثورة سوريا العظيمة، وبعد الدعم اللامتناهي لقوات بشار، وبعد حتى دعم حزب الله لقوات بشار. يعني الإخوة، يعني الحمد لله الإخوة الموجودين في سوريا بينقلوا لنا انه تواجد القوات الإيرانية يعني بلا عدد وبكل الإمكانيات. وأنا أظن كما قال الدكتور عبد الله النفيسي وهو متخصص في الشأن الإيراني والشأن الشيعي، يقول انه لولا دعم إيران لنظام بشار ما كان له أن يستمر في الصمود كل تلك الشهور والسنين والأيام. فالفكرة أنه إيران بتحاول أنها تعيد لنفسها دورا اعتباريا في المنطقة، تحاول أن تغطي على كوارثها في سوريا، تحاول أن تغطي على ماضيها الأسود في العراق، لأنه العراقيين كانوا يقولون ولا زالوا يقولون أنه العراق محتلة ظاهرا من الأمريكان وباطنا من الإيرانيين، والجنوب العراقي كله تحت سيطرة الإيرانيين، حتى أنه علاوي مرة ذهب إلى الجنوب ورجع فقالوا له ماذا رأيت؟ قال والله لم أفهم شيء، إنهم يتكلمون بالفارسية. فإذا هناك محاولة لإعادة الاعتبار لإيران في المنطقة. هذه للأسف إيران بتحاول أن تعيد لنفسها من خلال ايه علاقة الصوفية؟ يعني كلامك ده علاقة الصوفية مهمة قوي، مهمة قوي. يعني الناس دول طبعا علشان نشوف علاقة الصوفية اولا بالغرب، علاقة الصوفية بالتشيع، علاقة الصوفية بكل ما هو يعني منوط به العمل في الخارج. احنا عندنا تقرير مهم جدا اسمه تقرير راند Building Moderate Networks، انشاء شبكات معتدلة، صدر في 2007. راند بتتكلم على ان الصوفية، بهكذا قالوا الصوفية هم قول بلاد، لا ثواني، لا ثواني، الحلفاء الطبيعيين للغرب. يا سلام، تصور في راند للغرب. برضه انا مش هناقش الغرب. لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك ليه هم بيقولوا كده. هو كل فكره التقرير انه هو عاوز التوجه الامريكي عاوز ينشئ في العالم الاسلامي ما انشأه في الاتحاد السوفيتي من انشاء شبكات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وثقافيه في الداخل السوفيتي تكون على علاقه بالمركز الامريكي، فيحدث الخلل في البنيه السوفيتيه فيؤدي الى ما ادى اليه من سقوط الاتحاد السوفيتي. فكل التقرير النص الاولاني على الاتحاد السوفيتي، النص الثاني على انشاء مثل هذه الشبكات في الداخل العربي الاسلامي. وهم يتكلمون، هذه ليست كلماتي على فكره، الحلفاء الطبيعيون للغرب. وكذلك الشأن الشيعي الإيراني في أنه يحاول أن يكون له أثر في الداخل المصري وأثر في الداخل السني والعربي من خلال شبكات دينية ومن خلال أحزاب دينية ومن خلال تجمعات ومصالح وهكذا. فدي نقطة سياسية بحتة. لذلك هذا المشهد أو هذا الاجتماع والمؤتمر وليس مؤتمرا دينيا، هو مؤتمر سياسيا 100%. فقط انت حضرته؟ فقط. انت حضرته؟ دكتور حسام حضرت المؤتمر؟ انا ما حضرتش برضو تسمية نابليون نفسه لا معلش، انت حضرت المؤتمر وحكمت ان هو سياسي؟ طب الحقيقة يعني انا عاوز حضرتك ترد الحقيقة، لانه طب يعني انا عايز ارد على عاوز بس اقول حاجة. انتم اعلم بما يقوله الدكتور. يعني ايه مسألة ايران والعراق، ايران وحزب الله، ايران والبحرين، ايران واليمن، ايران فانتوا دلوقتي يعني ما ابعد عن الشر وغني له، يعني ما يعني ايه حضرتك انت ده البعض بيسال كده، يعني البعض بيطرح ده. انا قلت في الاول انه احنا بعتنا لكل سفارات العالم الاسلامي، ولو حضرتك بعت لاي سفاره يقول لك جالنا دعوه،
في كل سفارات العالم الاسلامي. لا بس موقف طريقة العزمية مع معلش. مع ايران ومع بعيد. معلش انا هم ينطلقوا بالخلفيات وليس من الحدث الآن. هو اولا الدكتور ابو البخاري لم يتطرق لموضوع المؤتمر ولا للسؤال اللي انت سالته اصلا. وانا بعتبره ده هروب من الموضوع لموضوعات فرعيه ما لهاش دخل. انا لا جاي النهارده اناقش الغرب قال ايه على الصوفيه. انا لو عايز اجيب لك تاريخ الصوفيه واقول لك مين اللي كان بيقاوم الايطاليين في ليبيا هم الصوفيه، مين اللي قاوم الفرنسيين في الجزائر هم الصوفيه، مين اللي قاوم الحمله الفرنسيه في مصر اللي انت بتقول نابليون اسلم هم الصوفيه. لا كان في سلفيه ايامها ولا كان في اخوان مسلمين ولا غيره، هو الصوفيه اللي كانوا موجودين. نعم. اللي حاربوا مع قطز كانوا هم الصوفيه، اللي حاربوا مع صلاح الدين وحرروا بيت المقدس هم الصوفيه. اقرا كتاب العرف الوردي تاريخ ابن الوردي وشوف مين اللي كانوا مع صلاح الدين. نعم. فالتصوف ده تاريخه لا يتحدث تاريخ فيه كبير جدا الا مغالط او مكابر. ده كلام مش هنرد عليه. طيب لكن لو جينا نتكلم عن حلفاء الغرب في المنطقة هم الوهابية اللي سموا نفسهم سلفية، وأكبر داعم للسياسات الأمريكية في الغرب الدول الخليجية المعروفة بالاسم وأنا مش هقولهم، وده حاجات يعرفها الأعمى والبصير والأصم. برضو ده موضوع بعيد عني. أنا برد على حتة اللي بتكلم على يعني أنا حضرتك بتهرب وهو بيهرب، أنا برضو لا أنا مش بهرب، أنا بس عاوز النص. أنا عاوز الحتة ما زلنا في علاقة ما بين هذه الجزء والموضوع أنا في هذا المؤتمر لا يعنيني إيران ولا كان يعنيني يحضر ولا ما يحضرش. أنا بعت للسفير السعودي وبعت للسفير القطري زي ما بعت للسفير الإيراني. خدت بالك؟ ولو كان جه السفير القطري أو السعودي والإيراني ما جاش كان هيجي ويحضر ويشرفنا ويبقى على دماغنا من فوق. خدت بالك؟ أنا ما ميزش، أنا كان هدفي ديني بحت. أنا بتكلم حتى الكلمات التي قيلت وعندك شبكة يقين مسجلة المؤتمر كله. نعم. كل الكلمات اللي قيلت. وأنا بالمناسبة كان ليا كلمة في المؤتمر عن علاقة الصفاء والود بين أم المؤمنين عائشة وبين أهل البيت. نعم. العلاقة المتبادلة. نعم. وكان الهدف من هذه الكلمات هو إن احنا أمة واحدة. نعم. ما فيش حاجة اسمها تتعصب لأمهات المؤمنين وأنا أتعصب للصحابة. أو ده يتعصب لأهل البيت وده كذا. احنا مش عايزين نرجع الخلافات التاريخية اللي كانت في الأمة إن الإمام علي يلعن على المنابر 60 سنة لحد ما يجي عمر بن عبد العزيز يوقف هذا اللعن. دي مرحلة تاريخية سيئة احنا عديناها. نعم. مش عايزين نرجعها تاني. طيب. خدت بحضرتك؟ مش معقول ان انا لما اتكلم على الامام علي ابقى رافضي ولما اتكلم على سيدنا ابي بكر ابقى ناصبي. دي كارثه احنا واقعين فيها كأمه. فحكايه المؤتمر ربطه بايران او غير ايران ده ربط في غير محله ولم يكن هدف اصلا في هذا المؤتمر. طيب دكتور حسام، يعني قامت قائمتكم على هذا المؤتمر البسيط في جامعه في مصر، والسياحه الايرانيه اليوم بدات اول رحله. ما يعني لم يكن ذلك الموقف منكم تجاه وزارة السياحة، تجاه الوزير، تجاه الدكتور مرسي الذي تؤيدونه يعني. هو انا ممكن اعلق على كلام. مفيش داعي، انا عاوز اخش بس في الموضوع لان النقاش لا اصل مش هنخش في بالتأكيد الصوفيه كان لها تاريخ مجيد في يعني مدافعة المحتلين. انا ممكن نعمل حلقة عن الصوفيه لكن بالتأكيد ليسوا هم الصوفيه الان. طيب يعني الذين كانوا ذراعا يا سيدي احنا عايزين نبقى زي زمان، بنجتهد نبقى زي زمان. والذين ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ لا ما هناك مفارقة لا تخطئها العين في الفرق ما بينكم وما بين هؤلاء الأماجد الذين فتحوا البلاد والذين دافعوا عن الأعراض والبلدان. أنت لم تشق على قلوب العباد حتى تحكم. طيب ماشي. نعم. اوكي. اما بخصوص الحكومات وكل هذا لا انا عاوز اتكلم على موقفكم. ليس اصلا اذا كان عندكم موقف وتخوف من ايران فيعني لديكم اليوم بدات اول رحله للسياحه الايرانيه. وزير السياحه ده اللي انا كنت بتكلم فيه في نهايه كلامي في المداخله السابقه، انه في الان في توجه حركي جدا من قطاعات كبيره جدا من الاسلاميين تدرك وتشعر أن هناك تطبيعا وهناك نوع من الاستيطان الإيراني يراد له أن يكون في الداخل المصري عبر شبكات سياسية وعبر شبكات اقتصادية وعبر شبكات اجتماعية. وأنه الزيارة السابقة لأحمد نجاد لم تكن زيارة عادية، كانت لها الزيارة مغزى. وجوده في الازهر وانا اتحفظ جدا على تواجده في الازهر رغم البيان الذي صدر، البيان الشديد، حتى البيان هو اللهجه الحاسم. ما انا مع هذا البيان ايضا اقول انه تواجده اصلا في الازهر، مع كل تلك المجازر ومع كل ذلك التحالف مع النظام الدموي
في إيران، ومع كل تلك المجازر التي حدثت في العراق، ومع كل تلك المجازر التي تحدث في أفغانستان وفي الأحواز، كان على الأزهر ألا يستقبل هذا أصلا، لأنه في العرف الشيعي على فكرة الأزهر أصلا أنشأوا الشيعة، أنشأوا جوهر الصقلي، وكلمة الأزهر أتت من الزهراء، وكان يعني كان هدف الإنشاء هو نشر المذهب الشيعي وانتشاره في البلدان. طب أنا هرجع لك تاني يا دكتور، لكن معايا الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية. دكتور خالد مساء الخير. اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك، ربنا يخليك. اهلا بيك وبالدكتور حسام ابو البخاري والساده المشاهدين، اهلا بيكم جميعا. ربنا يخليك. انا لا ادري ان كنت تابعت ما حدث في مؤتمر جامعه الازهر بالامس. طبعا. ويعني هناك بعض التخوف، هناك بعض التحفظات من التيار السلفي على القرب الإيراني أو التطبيع الإيراني، وأنا كنت أسأل الحقيقة يعني بعضكم كسلفيين تؤيدون الرئيس وتؤيدون النظام، والنظام هو الذي يطبع كما يقول الدكتور حسام أبو البخاري الآن، فتعترضون على جماعة صوفية ولا تعترضون على نظام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا أؤكد أن تأييدنا للرئيس محمد مرسي ليس مطلقا ولا أي شيء. نحن نؤيد الرئيس في المعروف ونرفض ما يقوم به مما لا يعجبنا أو مما نراه مضرا بمصالح البلاد والعباد. نحن أولا اعتراضاتنا أو تحفظاتنا على المد الشيعي الذي يخترق عبر بعض الجماعات الصوفية المتشيعة والذي اتهمها بهذا الأمر ليس أنا وإنما هو الشيخ عبد الهادي القصبي وآخرين من مشايخ الطرق الصوفية الذين اتهموا هذه الفرق الصوفية بأنها متشيعة وعلاقتهم بإيران معروفة ومدروسة من زمان. ثانيا أؤكد على مسألة إن احنا مسألة التخوف من المد الشيعي، ما فيش حاجة اسمها تخوف، نحن لا نخشى شيئا ولا نخاف من شيء، الذي يخاف هو الجبان أو الضعيف، إنما نحن في فرق بين أن نرفض المد الشيعي وبين أن نتخوف من المد الشيعي. مصر العظيمة، مصر العريقة، مصر الأزهر، مصر قلعة السنة لا تخشى شيئا ولا تخاف من أحد، إنما يعني غاية ما قد يفعله هؤلاء المتسللين إلى مصر، غاية ما يفعلوه أن ينشروا بعض البدع، بعض الإشكالات الأخلاقية تحت مسمى المتعة، وبعض العادات والبدع المنكرة زي اللطميات وغيرها، لكن لن ينشروا مذهبا باطلا رفضه الشعب المصري وعافته نفس الشعب المصري من 1400 سنة. فما فيش حاجة اسمها نتخوف من المد الشيعي. الحاجة اللي بعد كده احنا بنرفض المد الشيعي ليه؟ بنرفض المد الشيعي لأنه أولا لأنه مشروع. أي حد بيحمل مشروع، المد الشيعي هو مشروع إقليمي مجرم، والمد الصهيوني أيضا نرفضه، ونرفض السياحة الصهيونية لأنها تحمل مشروعا صهيونيا عنصريا عالميا. أما المد الصفوي فهو يحمل مشروعا إقليميا عنصريا أيضا فارسيا، ونحن نرفضه للأسباب الآتية. أولا لأنه نظام مجرم، النظام الصفوي في إيران نظام مجرم ضد شعبه أيام الثورة الخضراء لما قتل الشعب الإيراني في الشوارع عشان احتج على نظامه وعلى تزوير الانتخابات، ولأنه نظام مجرم في حق العرب والمسلمين. ونحن إذا قلنا أن مصر هي الدولة الكبرى، هي كبرى بقوتها، كبرى بعمقها العربي والإسلامي، وإذا تناست مصر هذا العمق فلا يكون لها وجود ولا العمق العربي. بيقول إن الأحواز محتلة بقى لها أكثر من 90 سنة يعلق فيها عيسى ومحيي الدهراب ومحيي ودهراب الناصر، يعلقوا على أعمدة الإنارة ويشنقوا. بيقول ان العرب السنة في ايران ليس لهم مسجد واحد ويعانون الاضطهاد العنصري. بيقول ان العرب السوريين يقتلون في الشوارع بيد النظام الايراني، ودي مش اتهامات مرسلة، انما سلم منهم من حوالي شهر ونص او شهرين 50 واحد للنظام السوري امام عدسات التلفاز والفضائيات في العالم كله. النظام العنصري في سوريا تسلم 50 واحد من حزب الله في لبنان ومن الايرانيين الذين كانوا يقتلون الشعب السوري، وترك اسرى عند الجيش الحر. وايضا في العراق يحفرون المسلمين بالدريلات، وانا عندي تسجيلات ارسلت لي من العراق عبر الانترنت للعرب السنه ان الحرس الثوري الايراني يغتصب النساء ويقتل الرجال ويعذبهم في السجون. هذه هي القضايا العربيه، وهذا هو المشروع الصفوي، ولذلك نرفض هذا المد الخطير. تتراجع ايران خطوه الى الوراء في اتجاه مصالحنا العربيه والإسلامية، وتكف عن المشروع التوسعي العنصري. العنصري أؤكد الفارسي المجوسي ضد الشعوب العربية والمسلمة. ساعتها يبقى نتكلم في مسألة التقارب السياسي أو وارد. شكرا جزيلا دكتور خالد سعيد متحدث باسم الجبهة السلفية. تعليق قبل أنا بس موقفنا الدكتور محمد مرسي على فكرة يعني، وإن كنا يعني أيدناه في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، لكن هو ليس موقفا على إطلاقه هكذا يعني.
لا الاخوان لهم، بس ما شفناش عملت لا، حاجه بعد مين؟ ما راح لا. وزير السياحه أول ورجع ما عملتوش حاجه. لا بالعكس، حصلت مؤتمرات كثيره ووقفات، وفي حاجات هتحصل في الايام القادمه على الرحلات السياحيه وهكذا. التوافق مع هو بس محمد اشداء على يعني لا خالص، لا ابدا مين قال كده؟ انا بقول لك اهو السياسات الدكتور محمد مرسي في الاونه الاخيره خاصه بعد زياره احمد نجاد سياسات تدعو للقلق، سياسات توافقيه على دماء الشهداء في سوريا وفي العراق والاحواز وافغانستان، سياسات يجب ان نقف ضدها ويجب ان نمنع اي استيطان ايراني، سواء هذا الاستيطان عبر القنوات العقديه او عبر القنوات السياسيه او عبر القنوات الاقتصاديه والاجتماعيه، هذا لا خلاف فيه على الاطلاق. وجزء من الهتافات اللي كانت بيهتف بها لا سياحه ايران، لا سياحه لا قول لكل الاخوه الجايه لا للسياحه الايرانيه. فهذا خطاب للاخوان وهذا خطاب للدكتور محمد مرسي، ليس هناك محاباه انه دولة صوفيه فهناك موقف منهم والدكتور محمد مرسي اخواني لا يعني القضيه ليست هكذا. هي بدات كده يا دكتور. بس في نقطه عشان بس ايه الشيخ ابو العزايم عشان بس الناس تكون عارفه، يعني هو دائم التردد على ايران وصديق جدا للقنصل الايراني والعلاقات، يعني زي ما بيقولوا المصريين سمنه على عسل، يعني مش عاوزين نخفي هذه الاشياء التي يمرر من خلالها اشياء كثيره ومؤتمرات هو بس وعلاقات سياسيه وعلاقات اقتصاديه. يعني هو بس ولا في اخرين؟ دلوقتي بنتكلم على مؤتمر من الصوفيه، فالعلاقات الصوفيه متمثله فقط في الطريقه العزميه وايران علاقات يعني على اعلى مستوى يعني. طيب اتفضل بس اديني وقت بس شويه. لا يا فندم اتفضل. لان الدكتور سعيد طبعا مع الدكتور ابو البخاري هم خدوا وقتين. الدكتور خالد سعيد تاخد الله يخليك. طيب الحقيقه انا عايز اقول انه اخواتنا السلفيه الحقيقه عملوا زي واحد يعني جت نجاسه على جلابيته وراح غسل جلابيه غيره. يعني هم اللي بيعمل علاقات ويستطيع ان يعيد العلاقات هم السلطه الحاكمه مش الصوفيه. هم السلطه الحاكمه راحت عملت اتفاقيات ورجعت العلاقات، وانا بقول لك قريب هيعملوا سفاره لايران في مصر. قول له بقى للدكتور، وانا بقول له انا بسمعه قول بقى وكل ده متفق عليه. بس هو فعلا متفق هو مش قادر، يعني قريبا ستكون هناك سفيره. هيكون سفير. حضرتك شفت بيان الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح وبيان القوى الاسلاميه؟ ده الكلام ده في الغرف المغلقه. لا بقول لك بيان الغرف المغلقه، بقول لك بيان في الشارع. بيان انت عملت ايه للدكتور مرسي؟ بيان اللي منظمين اللي منظمين الوقفه ديت اللي هم ائتلاف الآل والاصحاب اكثر الناس اعتراضا، اكثر الناس عمل خليه يكمل. خليه يكمل. حضرتك لم تفعلوا شيئا للرئيس مرسي ولا للسلطه الحاكمه فيما تفعله ولن تفعلوا. وانا بقول لك اهو. نمره 2، ماذا فعلتم لاسرائيل فيما تفعله؟ ماذا فعلتم لما جاءت ليفني هنا واعلنت الحرب على غزه من القاهره ايام النظام السابق؟ هل سمعنا لكم صوت؟ ماذا فعلتم بعد ان اعلن اوباما الاسبوع الماضي في فلسطين المحتله ان القدس عاصمه اسرائيل الموحده غير المقسمه؟ لم نسمع لكم صوت. انما تيجي لجماعه صوفيه ناس في حالهم وطيبين وعمرهم ما كانوا بتوع عنف ولا بتوع جايب لي شماريخ وجايب لي مطاوي وسنج واقفين يسقفوا لنا، وكانوا زمان يقول لك التسفيق للنساء والتسبيح للرجال، واقفين شفت بيسقفوا وبيرقصوا وبيغنوا ازاي. هي دي السلفيه، هو دي الاخلاق. انا اتكلمت معاهم امبارح مع الاخوه اللي كانوا دول وعملت معاهم وطلعت وقفت معاهم وهم قالوا لي احنا نعرفك كويس وانت شخصيه معتدله وبنقرا كتاباتك يعني انا بطبيعتي مش تصادمي معاهم يعني بنحاول نقرب وجهات النظر. نعم خدت بال حضرتك. وقفت اتكلمت معاهم قلت لهم يا جماعه انتوا ليه كده؟ ليه واقفين الوقفه دي واحنا بنتكلم عن فضائل السيده عائشه؟ السفير الايراني قد ياتي وقد لا ياتي، يعني هو مش ممكن يجي سفراء اخرين لكن هو مش شرط ده الوحيد اللي جاي. خدت بالك؟ فهي سبب هو عاوز ينفس عن غضبه من السلطه الحاكمه في شخص اخر. خدت بال حضرتك؟ لكن المنطق والعقل يقول انت بتحب السيده عائشه وانا بحب السيده عائشه، انا بحتفل بالسيده عائشه. كنت والله العظيم انا طلبت منهم امبارح قلت لهم تعالوا ادخلوا اقعدوا اسمعونا، لو لقيتوا اي خطا اعترضوا. كنت دعيتهم كلهم والله انا طلبتهم يدخلوا يقعدوا. انا لا كلهم كلمه على المنصه هيكون اوجه يعني. يا سيدي ماشي يجي حتى يسمع مفيش مشكله. لا اصل مش كل واحد بيحضر مؤتمر بيتكلم. لا الشيخ محمود عاشور حد يعمل مشايخ السلفيه يتكلم على السيده عائشه يعني.
يا سيدي بدل مش ما مش انت ما بتدي هو السفير اللي انت الإيراني. هتقوله انا بقوله، هو انت هتجيب مفيش فرق. ما احنا بنتكلم من كتاب والسنه وانت بتتكلم من كتاب والسنه، ايه القضيه؟ نعم. خدت بالك؟ فانا لما اتكلمت معاه قلت له المفروض انتوا تفرحوا بهذا المؤتمر وتدعمونا مش واخد بالك؟ فراح واحد قال لي انا اللي ضربت احمدي نجاد بالحذاء. قلت له انا اسمع اللي رفع الحذاء كان واحد سوري، انت سوري؟ قال لي لا انا مصري بس انا عملتها في الازهر. قلت له طيب انت عملت رفع الحذاء ده على انسان مش احمدي نجاد، على انسان ايا كان دينه. على سنه مين رفع الحذاء ده؟ انت حضرتك ضد ده يعني؟ انا قلت له كده. لا انا بقول لك الحوار اللي حصل بيني، بقول له انت رفعت الحذاء على سنه مين؟ هل سمعت ان ابو جهل الكافر عدو الاسلام الاول النبي قال لحد يرفع عليه حذاء ولا يعمل معاه اللي انت عملته ده؟ فقال لي لا النبي يسامح لكن احنا ما نسامحش. قلت له طبعا ما هو انت المفروض بتقول انا انصار السنه وانا تابع للسنه وتخالف سنه النبي اللي كان اذا اوذي يعفو. خدت بالك؟ فين العفو وفين السماحه؟ احنا بالسماحه بتاعتنا في المعامله مع الناس جايين يقولوا فضائل السيده عائشه، انت لما تقعد تشتم فيهم وتسبهم وتلعنهم كده عمرهم ما هيجوا لك ولا انت هتروح لهم. ازاي الناس نجذبها لديننا ولاخلاقنا واحنا بنتعامل بعنف؟ في نوع من خلصتوا؟ في نوع من التقية السياسية. انا عاوز اسال الاستاذ احمد عبد الحليم استاذ عبد الحليم اسف. يعني حضرتك شايف النظام الايراني وموقفه في سوريا عامل ازاي؟ انت عايز اكلمك سياسيا؟ ما هو انا برضو مش عاوزه. لا بس هو بيتكلم. انا صراحه علشان بتقولوا ما فيش تقارب شيعي صوفي، انا شايف مش في تقارب، ده في توحد يا سيدي. احنا بنتقارب مع الشيعي وبنتقارب مع لا انا بتكلم عن النظام الايراني، وضع مع كل رؤيتك المسيحي لموقف اللي ايراني عايش معايا في البلد. رؤيتك ارجو بس حضرتك تجاوبني، انا بديك من وقتي دلوقتي. انا ماشي تحت امرك. موقفكم موقف حضرتك. انا على فكره عايز اقول لك موقف حاجه من ايران. مبسوط ان انت بتضحك في الحلقه دي، دايما كنت اشوفك في التلفزيون مكشف. طيب الحمد لله كويس علشان حضرتك موجود. بس الموقف موقفك من ايران تجاه سوريا. اقول لسعادتك حاجه، انت حضرتك قلت لي انا هتكلم كمحلل سياسي وانا اصلا شغل سياسي يعني. انت حضرتك قلت لي انه الداعم الاول لايران لسوريا هو النظام الايراني. كويس. انا لسه سامع من ربع ساعه في قناه العربيه وانا قاعد تحت بنتظر الحلقه. جايبين انتوا المعارضه السوريه بيقولوا الداعم الاول لسوريا هي روسيا ولولا الدعم الروسي كان سقط هذا النظام. ده المعارضه السوريه اللي بتقول كده. وهل الدعم الروسي يلغي الدعم الايراني؟ معلش لا صدق هو برضه مش عاوز يجاوب. لا انا بس هتدخلني مش عاوز يجاوب. معلومه. طيب مش عاوز يجاوب. معلومه. شوف انا اقول لك على حاجه، انا بالنسبه للشأن السوري انا بفرق ما بين المطالب المشروعه للشعب السوري. انا مش بحب النظام السوري ولا بشاري، قد هو نظام له اخطاء. بتكلم على الدعم. انا برضو السؤال اخرجنا من هو برضو الموضوع. ايه اصل لا انا عاوز ارجع لحضرتك. بس ده دليل على ايه؟ الاجابه دي دليل على ايه؟ لا انه في علاقات قويه قوي. يعني انت التمويل القطري اللي بيجي لك من السعودي مثلا في علاقات مع النظام. ما في علاقات مع لو عندك حاجه يا ريت تقولها. يا ريت. لا انت بتقول انا بس التمويل السعودي. يعني انا معايا دليل. انا بس عاوز انتقل للمحور الثالث. ثواني يعني ارجوك عاوزين نبقى في هذا الموضوع لان لو تفرعنا الموضوع لا اصل هو ده لب القضيه. لا هو يعني نحن الان امام مجموعه من الاجراءات ومن الخطوات بيتخذها النظام وانتم تعترضون على الفرع وتهملون. ما دي النقطه، ما دي الخلاف. يعني ايه خطوات؟ اولا يعني ما زالت الجماعه تؤيد، ما زال باستثناء حزب النور، ما زال الوطن، ما زال الشعب، ما زال. اولا انا نفسي كنت حاضر اجتماع من كام يوم لاجتماع للحركات الاسلاميه في كيفيه التعامل عبر مستويات كثيره جدا حول التدخل الايراني والتطبيع الايراني مع الموجود الان مع النظام الدكتور محمد مرسي. انا بقول وفي مشاريع بيعد ليها وفي بيان هينزل وفي وقفات وفي قضايا سياسيه واقتصاديه كثيره جدا. فالكلام اللي حضرتك بتقوله انه في توجه في ضد الجماعه الصوفيه ابو العزايم او الطريقه العزميه ومفيش توجه ضد النظام، ده خطأ تماما. ولو حضرتك راجعت بيانات الحركات الإسلامية سواء حزب النور أو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أو التيار الإسلامي العام أو غيرها من الحركات والائتلافات ستجد موقفا واضحا وصريحا في التطبيع المصري الإيراني وفي التدخل الإيراني في الشأن المصري بلا أي بس بيان. لاحظ إنه بيان. لا هو بيانات ومواقف. لكن لما يستدعي الأمر النزول ولا يستدعي الأمر فعاليات أكثر ستجد طبعا الحركات الإسلامية، لأن الحركات الإسلامية عندها البعد العقدي في التعاون أو في الحراك
دي شيء واضح جدا عبر التاريخ واضح جدا. اللي انا عاوز اقوله انه المشهد اللي احنا شفناه امبارح ده مشهد بغض النظر انه فيه قد يكون في بعض الحركات او بعض الهتافات لا تليق، ولكن هو المشهد لازم يقرأ في صورته الكاملة، في صورة كاملة للوضع الإيراني، للوضع الإيراني في سوريا، الوضع الإيراني في العراق، الوضع الإيراني في أفغانستان وهكذا. لكن أن يعتقد البعض أنه سيخيل علينا أنه هناك مؤتمر للسيدة عائشة ويأتي القنصل الإيراني ولكي يقول كلمة عن السيدة العائشة في محاولة منه لتلميع وجهه القبيح جدا، فده لن تخيل علينا باي حال من الاحوال. اما انا ما بتكلمش على النوايا. واديني بقى دقيقه، ما ابتديت الاستاذ معايا عبر الهاتف الاستاذ محمود شنب، الداعيه اسلامي. استاذ محمود، مساء الخير يا فندم. مساء النور، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن امام نقاش عنوانه هكذا من قبل الدكتور حسام ابو البخاري، ان الصوفيه قد تكون بوابه للدخول الايراني، وهناك تطبيع باين بهذا الشكل، وهناك موقف من الصوفيه انه احنا ليس لدينا هذا الموضوع على الاطلاق، هو نشاط صوفي في المطلق يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. الكريمين طبعا، ولكن كما نقول فساد يعني الخلاف في الرأي لا يفسد للود قبل. الأستاذ البخاري والأستاذ المتحدث باسم الطريقة العزمية كل منهم يريد الصواب، وقطعا أنا لا أشكك في نية هذا ولا نية ذاك، ولكن ربما وهذا وارد، الخلاف حدث قديما جدا جدا، وكل واحد منهم له أسبابه ودواعيه ودوافعه، ولكل رأي. الذي أود أن أقول ما حدث من دعوة السفير أو القنصل الإيراني من السادة العزمية، ربما أرادوا أن يقولوا لإيران إن أردتم أن تنشروا الفكر الشيعي أو تدخلوا من بوابة الصوفية فلن تجدوا مكانا، لأننا نقدر السيدة عائشة ونجلها كثيرا ولمرتبتها العالية في السنة. فكأنهم يريدون أن يقولوا إن التصوف مرتبط أو لصيق بالسنة النبوية المطهرة، ومن ركائز ودعائم نشر السنة كانت السيدة عائشة وسيدنا أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فهذا إذا أخذنا نقطة التحليل، نعم، أخذناها بحياد تام. وربما الإخوة السلفيين أو الإخوة السلفيون ظنوا أنهم سيدخلون من هذا الباب، ولكن من تأمل وقرأ الحدث أو يقرأ الأحداث يجد أنه هذه رسالة واضحة لا تحتاج إلى كلام. أنتم تريدون أن تنشروا كذا أو تدخلوا من خلال بوابة التصوف. بوابة التصوف تقول لكم قبل أن تمروا لابد أن تعلموا أنها بوابة السنة السيدة عائشة، ونحن نكرمها ونقدرها ونحتفل به. الحقيقة نشكرك أستاذ محمود شنب الداعية الإسلامي، شكرا جزيلا ليك. الحقيقة أنا هطلع الفاصل، ولكن عاوز بس أحط كلام الأستاذ الداعية الأستاذ محمود شنب في هذه الإطار، اللي هو لو كان الصوفية يريدون أن يغازلوا إيران لاحتفوا بالحسين رضي الله عنه، يعني لم يحتفوا بعائشة التي هي محل انتقاد من قبل الأشياء هكذا يعني. لا، ده ما هي دي العقدة. الحسين متفق عليه ما بين الشيعة والسنة، لكن لما تحتفل بعائشة والشيعة يأتون إليك ويقولون كلاما مغزولا بالتقية المعروفة عند الشيعة، هنا تكون المسرحية. طيب، سنخرج إلى فاصل، بعده سنعود لنكمل هذا الحوار، ولكن في مغزاه السياسي أكثر من مغزاه العقدي والديني، لأننا نكن الاحترام للجميع، له حرية الاعتقاد في ما شاء وفي من يشاء. بعد الفاصل.
أنتما؟ نحن جائعون. والطقس بارد. أين أصدقائي؟ أين عمي وأبناؤه؟ إني أبحث عن ماء ساخن لأطعمكم، لقد تعبت. أبوكم ذهب ليبحث عن شيء لتدفئتكم، وأخوكم خرج من الفجر ليشتري رغيف خبز لكم. كثيرون هجروا، إلى قسوة البرد لجأوا، وآخرون لا يجدون ما يدفئهم. ثم وافق إسحاق شامير وكان مستغربا جدا لقبول الأسد. I remember the Prime Minister Shamir saying to me, "What did you give him?" ما الذي كنت تستنتجه من لقاءاتك معه؟ You think you can get your Golan Heights back without sitting down and having a secure peace agreement with Israel? You go ahead and do it. They said, you know, this is a tough customer. Though I had been warned that it was a quicksand, if you will. I can answer that in one word. جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. الحقيقة هذا المؤتمر الذي كان مقاما في جامعة الأزهر وحدث ما حدث به من يعني المؤتمر كان عنوانه المؤتمر الصوفي الاحتفال بمولد السيدة عائشة، ولكن الشباب السلفية دخلوا ورأيتم ما رأيتم في بداية هذا النقاش من تحطيم إحدى بوابات جامعة الأزهر والدخول والاعتراض بشكل كبير جدا على عناوين كثيرة جدا كان من ضمنها يعني قول للإخوانجية لا للسياحة الإيرانية. إذن هذا الحدث البسيط دخلنا على علاقة أو كما يسميها السلفيون تطبيع إيراني مصري في هذا التوقيت. يخليني يعني لازم أعرض هذا التقرير لأنه يرصد العلاقات المصرية الإيرانية. في زميلنا أحمد عثمان أعد لنا هذا التقرير. في خطوة يراها البعض تطورا في العلاقات المصرية الإيرانية بعد الثورة، غادرت القاهرة أول طائرة مصرية في رحلة مباشرة ما بين القاهرة وطهران، هي الأولى منذ 34 عاما. الرحلة التي عادت بأول فوج سياحي إيراني إلى أسوان تأتي في إطار اتفاقية التعاون السياحي التي وقعها وزير السياحة المصري أثناء زيارته الأخيرة لطهران. المواقف المصرية الرسمية أكدت دائما أن أي تقارب مع إيران لن يكون أبدا على حساب الأمن القومي لدول الخليج العربي. علينا أن نكون واضحين تماما في رأيي، وهو أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ببساطة، لأنه مش فقط أن دي شعوب شقيقة وجزء من جامعة الدول العربية وميثاق الأمن العربي المشترك إلى آخره، ولكن أيضا لأن لدينا 3 مليون مصري هناك. إلا أن خبراء آخرين أكدوا أن أي عروض اقتصادية ستكون دائما مشروطة بتنازلات سياسية. إيران لا تقدم هذا من أجل سواد عينين مصر، هناك بعد آخر، هناك رؤية أخرى، هناك أهداف أخرى. هذه الأهداف يجب أن تعلن. ثم أن مسألة السياحة الإيرانية وهذا التدفق اللي هو سافر فيه وزير السياحة لإيران وعمل هذا الاتفاق، دي مسألة برضو محتاجة إلى وقفة ومحتاجة إلى تحليل ومحتاجة إلى تأني. ثم نقطة الأخرى أنه تدفق أموال على مصر يجب أن نعلم أين سيتم استخدام هذه الأموال. هذه التطورات تزامنت مع الخبر الذي أوردته جريدة الوطن المصرية التي أكدت فيه وجود عرض إيراني بدعم الاقتصاد المصري ب50 مليار دولار وتنشيط السياحة الدينية مقابل رفع مستوى التمثيل المتبادل بين البلدين إلى مستوى السفراء. جدير بالذكر أن الكثير من التيارات السلفية انتقدت التقارب المصري الإيراني في ظل حكم الإخوان، وأشارت بعض الأنباء إلى نية بعض السلفيين محاصرة مطار القاهرة اعتراضا على وصول الوفود الإيرانية، كما أن بعض العناصر السلفية قامت بمنع القائم بالأعمال الإيراني من حضور احتفال لأحد الموالد. فاحنا النهارده مش عايزين العلاقات مع إيران،
يعني كفايه اللي حصل في سوريا، وكفايه اللي بيحصل في العراق، وكفايه اللي بيحصل في البحرين، ولسه خليه التجسس السعوديه اللي ماسكينها من يومين ثلاثه. يعني ايران اصلا بتكره العرب، فاحنا مش عايزين العلاقات مع ايران. واخيرا وبحسب كثير من المراقبين فإن تطور ملف العلاقات المصرية الإيرانية ستظل ورقة في يد جماعة الإخوان المسلمين، خاضعة لتطورات المواقف الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة. أحمد عثمان، العربية، القاهرة. طيب، يمكن زميلنا احمد عثمان رصد بانوراما كبيره الحقيقه لهذه العلاقات. استاذ عبد الحليم، معلش الشيخ علاء ابو العزايم قال انتوا عملتوا مؤتمر صحفي النهارده ولا ما عملتوش؟ عملتوا. درستوا الطرق التصعيديه. ايه بقى الطرق التصعيديه؟ الناس خايفه من المواجهات. نعم. هل نفاجئ لا قدر الله ان هناك مواجهات صوفيه سلفيه؟ الحقيقه قبل ما اجاوب على السؤال ده انا عايز اشكر الداعيه الشيخ محمود شنب على هذه القراءه الصحيحه، لانه قال الكلام اللي يعجبك. لا يعني هو قال النيه بتاعتنا اللي احنا كنا عاملين من اجلها يعني. يعني لو كنا نريد ان نغازل النظام الايراني كنا لم نغازله. رساله واضحه زي الشمس. وانا كنت بقول الكلام ده لاخواننا امبارح السلفيه عند جامعه الازهر. النقطه الثانيه اللي حضرتك سالت فيها النهارده في المؤتمر الصحفي اللي عقد، سأل أحد الصحفيين أعتقد من جريدة الفجر من جريدة عقيدتي الأستاذ مصطفى ياسين السيد علاء أبو العزايم هل هناك تصعيد للموقف بعد اللي حدث؟ فكان جواب السيد علاء أبو العزايم قال له إن إحنا كصوفية ليس من طبعنا العنف. يعني الصوفية بطبيعتهم ناس مسالمين. فالطريق اللي احنا كان المفروض ان احنا نسلكه هو الطريق القانوني، وهذا الطريق لن نسلكه أيضا. ليه؟ قال له لأنه وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طيار واحد، ولن يسمحوا بأن نمشي هكذا، وهم هيحموا إخوانهم السلفية. امبارح حضرتك في ناس قالت إن إحنا مش جايين بيننا وبين الصوفيين مشكلة، ولا بين الطريقة العزمية مشكلة. خدت بال حضرتك؟ برغم مثلا هم يقفوا ينطوا على اليافطه ويتنططوا ويرقصوا عليها ويضربوا صواريخ وبتاع، لانهم يعني فتحوا القدس. خدت بالك؟ طبعا مش صعب ان انا اكتب اسم الدعوه السلفيه واقف عليها بالجزمه، بس دي مش اخلاق مسلم يعني. يعني احنا بنترفع عن هذا. فهم قالوا احنا مشكلتنا مع الرئيس مرسي. الكلام ده قالوه امبارح، وذكروا الشيخ محمد الشرنوبي ونزل على التواصل الاجتماعي. نشروا الاخ اسامه المهدي في جريده المصري اليوم على لسان الشيخ الشرنوبي ان الاخوه اللي كانوا موجودين عند جامعه الازهر قالوا احنا مشكلتنا مع الرئيس مرسي والعلاقات الايرانيه. طب يا سيدي مشكلتك مع الرئيس مرسي، انت جاي لنا ليه؟ ما تروح للرئيس مرسي. صح. طيب دكتور حسين، احنا قربنا نخلص الحلقه وبالتالي عاوزين انا بس عاوز في دقيقه. طيب انا بس عاوز اقول انه ايران بتسعى، يعني ايران دوله توسعيه. انا عاوز اسالك هتعمل ايه مع النظام؟ طب يعني نص دقيقه اتكلم بس عن الموضوع ده. انه ايران دوله توسعيه عبر الافكار وعبر المشاريع السياسيه والاقتصاديه. رحلات استقطاب الشباب ورجال الاعمال والدعاة والمشاهير موجودة بعد الثورة بكثرة يعني بالغة، انه يستقطبوا الشباب ويودوهم في ايران ويسمعوهم شوية مؤتمرات ويزوروهم بعض الاماكن وهكذا. كل ذلك لماذا؟ لانه مصر دولة مركزية، فمن الممكن لو في هناك يد ايرانية في مصر ان تنشر بها الفكرة الايرانية والتوسع الايراني وهكذا. اما بخصوص الموقف من النظام، نحن نرى صراحة انه يجب ان يكون هناك موقفا حاسما ضد هذا الاستيطان الايراني عبر مشروع وليس فقط عبر هتافات وشماريخ. شكرا جزيلا دكتور حسام ابو البخاري واستاذ عبد الحليم العزمي، شكرا جزيلا لكم، شرفتوني. وفي الاخر هنقف قدام حالة الطقس في مصر خلال 24 ساعة القادمة. كن مع إطارات هانكوك بصفائها ونقائها. مياه هنا ضرورة يومية.